اتفضل. احنا حاليا من داخل معرض الفنون التشكيليه المقام على هامش فعاليات مسرح المواجهه والتجوال. طبعا المعرض بيتضمن العديد من اللوح الفنيه التشكيليه للعديد من فناني محافظه قنا. وده جزء من المعرض لاحد الفنانين العاملين في قصر ثقافه قنا، وهو من احد الفنانين الطبيعيين التلقائيين اللي بيرسم طبعا زي ما انتم شايفين بتلقائيه بعض الرموز الشعبيه والفنيه يمكن بيرسمها من غير تعليم. هو رجل لم ياخذ حظه من التعليم الفني او التعليم المتخصص، ولكن هو فنان تلقائي. بتظهر فنان سيد محمد. الاستاذ عم سيد محمد زميلنا هنا في قصر الثقافه. دي ابداعات تبين قد ايه الانسان ممكن ما يدرسش الفن ولكن يبقى محب للفن. حبه للفن ده بيخليه يرسم ويبدع. رسم يعتبر رسمه من القلب يعني، ومن وحي افكاره التلقائيه. هو هنوقف خلاص كده.